تعالوا اوريكم المنتزه 2025 بقى عامل ازاي بعد التجديدات والتعديلات. سعر رسوم الدخول 50 جنيه زي ما انتم شايفين، دي رسوم الدخول للفرد الواحد. بالتذكره دي بتقدر تستفاد بكل الخدمات الموجوده في المنتزه زي ما انتم شايفين. للي ما يعرفش المنتزه تقريبا فيه كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها، يعني في حمامات، في كافيتريات لو عايز تقعد، في شاطئ طبعا هنوريكم الشاطئ ده عامل ازاي. طبعا مساحه كبيره من الخضره زي ما انتم شايفين. بما اننا في المنتزه، حابب اعرفكم الفندق اللي قدامكم ده اسمه فندق ريكسوس. الفندق ده اوفر ريت، يعني حاجه الاسعار بتاعته عاليه، فبلاش نتكلم في الاسعار. طبعا الفندق زي ما انتم شايفين حاجه لاكجري، يعني حاجه فخمه جدا جدا، يمكن باين من بره تحفه زي ما انتم شايفين. بصوا البيوت دي على الطراز الاوروبي. بالقصر ده، ونقدر ندخل ونستفاد بالخدمات والمناظر الجميله اللي انتم شايفينها دي. بصوا يا جماعه، اللي منكم شاف الفيديو بتاع المانيا وانا بصور في الحديقه الدوليه اللي موجوده في ميونخ، الحديقه دي كنت انا بقول ان هي شبه المنتزه. يعني انا ما قلتش المنتزه، انا قلت اللي من اسكندريه يعرف هي شبه ايه. فهحط لكم لقطه من الفيديو، فانتوا هتشوفوا ده وهتشوفوا ده، هتعرفوا اللي انا فعلا كنت اقصد ان هي شبه المنتزه. بوني كام بوني. I think he's love you. Pass auf, da sind noch Löcher. Pass auf, schau. بص يا جماعه مركز ازاي. Oh come Bonnie. Relax. Oh can we make video together? مش عايز يصبر دقيقة واحدة اخد معاه صورة. I don't like these people because always other dogs want this ball and that's a problem. Come please. Oh Bonnie. Hi Bonnie, say hi. يلا خد يلا. Yes. Yeah. That was good. Did you play that before? Really? That's really good. انا ما اعرفش هل ده برضه فندق ولا كافيتيريا بس، ولكن ما اعرفش هل في امكانيه ان انت تقدر تخش جوه ولا لا، لكن المكان بصراحه تحفه معماريه. يعني حمام السباحه مع الكوبري الصغير مع الشجر، مش عارف، معرفش بقى هل مسموح ان انت تدخل ولا لا. هو ايه ده يا احمد؟ ده فندق؟ ده هنا افراح يعني تقريبا كده، ده لا فندق ولا كافيتيريا، تقريبا كده دي قاعه افراح. يعني مش فاكر الصراحه، هل ده فندق ولا ده ظهر ولا مش فاكر. طلعت قاعه افراح يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي، ولكن المنظر تحفه. فبرضه يعني ده اللي يدل على ان هي فيها انشطه كتير، قاعه افراح موجود انشطه كتير يعني مختلفه. اللي انتم شايفينه هناك ده القصر نفسه. طبعا القصر ده بقاله زمن، يعني بقاله كام سنه كده يا احمد؟ عدى لا انا عندي 20 سنه مثلا. يعني القصر ده احنا ممكن نقوله مثلا بقاله مثلا 120 سنه تقريبا، يعني قديم يعني. في المنطقه دي كده كلها اللي انتوا شايفينها دي منطقه القصر اهي. بما اننا في المنتزه، فخليني بقى ايه، يعني خلينا نكتشف المنتزه اكتر. مش عارف هي واضحه ليك ولا لا، بس ده ملعب تنس. بصوا زي ما انتم شايفين، ملعب حجمه مش قليل، يعني حجمه كبير. بصوا زي ما انتم شايفين، اللي انتوا شايفينه ده فندق فلسطين. ده يعتبر من اشهر الفنادق الموجوده هنا في المنتزه. الفندق ده اللي ما يعرفوش، ده اللي كان بيظهر في مشاهد كتير قوي في الافلام بتاعت زمان، افلام الابيض واسود، كان دايما بيطلع في الافلام دي. شايفين الفندق عامل ازاي؟ انتوا شايفينه ده يا جماعه، ده جامع، فبرضه يعني زي ما قلنا في انشطه وفي مباني كتير قوي. فاعتقد اي حاجه زي ما قلنا هتحتاجها هتلاقيها هنا. لو حبيت يعني ان انت تصيف هنا وتقعد هنا كاقامه في فندق مثلا من الفنادق دي، خصوصا لو عائله، يعني هتكون فكره كويسه يعني. بصوا يا جماعه، شايفين المناظر عامله ازاي؟ طبعا احلى حاجه العربيه اللي كل شويه رايحه جايه دي.
تاخد الناس توديها الفندق او الشاطئ والعكس. الناس تعرف اللي احنا برضو ايه في مستوى متقدم، او يعني في تقدم في المستوى النظافي يعني. ده للزباله المخلفات يعني، الالوان كل لون بينص على ايه، على حاجه معينه يعني مثلا اللون الاخضر ده تقريبا ورق، واللون الازرق ده تقريبا اكل، واللون الاصفر ده تقريبا بلاستيك. يعني اتمنى اكون اللي انا قلتهم صح يعني. افرجكم المنتزه على قد ما اقدر والاماكن اللي فيها كلها. لا ده فرح يا مان. لا فرح دي طقوس الزفاف المصريه، ابيض ابيض في اسود. في المنتزه في فعاليات كتيره قوي، في انشطه كتيره قوي، تقريبا كل حاجه هتشوفها هنا في المنتزه. هتشوف حفله تخرج، هتشوف فرح ناس بتيجي تحتفل هنا، هتشوف فوتو سيشن، هتلاقي عائلات، هتلاقي ناس قاعده كده بتستجم وبتاكل وتشرب، تلاقي ناس رايحه الشاطئ. كل ده في المنتزه يعني هو حاجه زي شبه مدينه صغيره كده فيها خدمات يعني الى حد ما كويسه يعني. طبعا بما اننا بنكتشف المكان، انا عمال الف في المنتزه عايز اشوف حاجه انا ما شفتهاش قبل كده يعني. فطبعا بالنسبه لي البحيره دي شكلها لسه معموله جديد، طبعا هي بحيره صناعيه، فقلت اصورها لكم كده واوريها لكم. برضو منظر بصراحه جميل يعني. وهنا طبعا في مكان استراحه، الناس عايزه تقعد زي ما قلت لكم. في ناس هي عماله تحتفل شكلها حفله تخرج، فانت هتلاقي فعاليات مختلفه وهتلاقي انشطه كتير قوي مختلفه هنا. يعني المنتزه مش مجرد نخل بس او شجر او مكان اخضر، لا المنتزه زي ما قلنا يعني عباره عن مدينه كده صغيره لحد ما متكامله من الخدمات والحاجات اللي انت ممكن تحتاجها يعني في يومك الترفيهي. بصوا يا جماعه، الناس بقى اللي غاويه تصوير وبتحب بقى التصوير بقى وبتعشقه وبتنام وتصحى بالصور وبتقعد تصور 1000 صوره وتلاقي الجاليري بتاعتها كده مليانه صور. بص المنظر ده عامل ازاي. يعني انا شخصيا هاخد صوره هنا. بص انا عايزك تتخيل معايا كده، بص على البحيره الصناعيه، ومن هنا نفس الكلام. بص المنظر عامل ازاي، هو يعني الى حد ما بيحاول يخلي لك المنظر يعني اقرب للطبيعه يعني. طبعا الزرع ده كله زرع طبيعي مش صناعي يعني. العنكبوت طبعا في سمك هنا يعني. بصراحه انا مفكر ان هو البحيره ما فيهاش سمك، اتضح ان هي فيها سمك. يا رب يكون باين، مش عارف باين ولا لا. بصوا يعني خضره وزرع وبحيره وشاطئ، كل حاجه انت عايزها. يا جماعه انتوا لو تعرفوا الكواليس اللي بتحصل ورا الكاميرا والله العظيم يعني هتقدروا فعلا وهتعملوا لايك وتشتركوا في القناه. احنا بنتعب يا جماعه يعني، اصلا في المنتزه ممنوع التصوير عشان ننقل المحتوى ده او نظهره كده بنتعب يعني. في كواليس بتحصل يعني. احنا كان لسه في شخص تبع الامن موقفنا ما كانش عايزنا نصور، فيعني اعملوا لايك بما ان الدخول هيبقى صعب بسبب التصوير يعني. احنا دخلنا مش ممكن ما نعرفش نصور، فقلت كده ايه من بره اوريكم الشاطئ من بره عامل ازاي واقول لكم التفاصيل بتاعته يعني سريعا. الشاطئ الموج بتاعته هاديه لحد ما مناسب اللي انت ممكن تنزله. انا شايف برده في هناك صدادات اهيت، ممكن تكون هي مش مستوى الشاطئ كله ولكن في جزء منها هنا. الصدادات اللي هناك دي يعني بالنسبه للنظافه زي ما انتم شايفين يعني الى حد ما الشاطئ كويس. ما تبصوش طبعا لشويه الحاجات دي ممكن تكون يعني زي مثلا منطقه ورشه يعني الخاصه بالشاطئ، كراسي والشمسيات زي ما انتم شايفين. بالنسبه للدخول، الرسوم الدخول بتاعت الشاطئ لوحدها عامله 300 جنيه. 300 جنيه دي شامله الكرسي والشمسيه واعتقد ترابيزه. طبعا هي مش رخيصه، السعر ده مش رخيص. الشاطئ ده مناسب للعائلات اكتر ولا للشباب؟ والله انا من وجهه نظري شايف ان هو للعائلات اكتر يعني. لو اسره مثلا يعني فردين مثلا وطفل او فردين وطفلين، ولكن للاسف التكلفه بتاعته مش بسيطه، التكلفه بتاعته عاليه. لو اسره مثلا مكونه من 4 افراد مثلا ممكن تدفع لها تقريبا كده يبقى في رينج ال 1000 جنيه، فطبعا ده مبلغ مش قليل. ما فيهوش انشطه كتير يعني زي مثلا اللي هو انت تركب لانش او مركب او بدال او الحاجات دي مش هتلاقيها كتير في الشاطئ دي يعني. متوفر منها عدد بسيط، معرفش اصلا هينفع تركبه هنا ولا لا. ولكن في شاطئ تاني، الشاطئ ده اصلا خاص بالحاجات دي، هو مش خاص بالنزول الشاطئ يعني، هو خاص بالانشطه دي لو انت حابب تعملها يعني. الشاطئ ده فين؟ الشاطئ ده ورا كده. معرفش هل مصرح ان انت ممكن تستخدمه ولا لا يعني. زي ما انتم شايفين هناك اهي في مراكب وفي لانشات في حاجات من دي. طبعا في انشطه للاطفال هنا اهي، بس طبعا انا مش عارف هل انت ينفع اصلا تدخل الشاطئ ده ولا لا، ولازم تكون نزيل في الفندق. حقيقي ما عنديش معلومه، ولكن ده خاص بفندق اسمه روكسي. قولوا لنا بقى في التعليقات هل ال 300 جنيه يستاهل فعلا انك تدفعهم في الشاطئ ده ولا لا.